صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يمكن بقالي كتير ما عملتش فيديوز على اليوتيوب. بس في تكنولوجيا جديدة جدا كلنا طبعا شفناها في كاس العالم اللي اتعمل في قطر، وكانت مفاجأة وحاجة كانت عظيمة جدا جدا. يعني قلت لازم اطلع اتكلم عليها ونعمل لها تحليل بسيط كده بصورة سهلة جدا اي حد ممكن يفهمها. الفيديو متأخر شوية انا عارف، بس انا قلت انا لازم اعمله. طبعا احنا عارفين ان اي تكنولوجيا جديدة بتكون سرية جدا، بمعنى ان الشركة نفسها اللي عاملة التكنولوجي دي عمرها ما تقول السيستم دوت او التكنولوجي دي شغاله ازاي، عشان مفيش اي مصنع او مفيش اي شركه تانية تقلدها وتنافسها يعني في السوق. فانا هحاول على قد ما اقدر ان انا استنبط فكره عمل التكنولوجي ديت، ونحاول ان احنا نبسطها مع بعض يعني. واي حد برضو عنده تحليل او استنباط للسيستم دوت يقدر برضو ان هو يقول لنا عشان نفيد بعض كلنا. سيمي اوتوميتد اوفسايد تكنولوجي، السيستم دوت اتعمل في كاس العالم قطر 2022. السيستم ده بيقدر ان هو يحسب الاوفسايد لوحده. تعال ناخد سيناريو الاول عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. عندنا فريقين، فريق احمر وفريق ابيض. واحد من الفريق الابيض بيشوط الكوره في نفس الثانيه وفي نفس الوقت اللي بيشوط فيها الكوره السيستم بيحس ان في اوفسايد، وبيقوم باعت للفار روم ان في اوفسايد، وكمان يبعت له 3 دي انيميشن فيديو، انيميشن بسيط بيصور فيه اللقطه اللي اتاخد فيها او اللي اتحسب فيها الاوفسايد. بعد كده حكم الفار اللي موجود في الفار روم بيبدا ان هو يتفرج على ال 3 دي انيميشن فيديو دوت، وبيحدد الكوره دي فعلا اوفسايد ولا مش اوفسايد. لو لقى ان الكوره ديت فعلا اوفسايد بيبدا ان هو يبلغ الحكم اللي في الملعب. بعد كده الحكم بيصفر وبيحسب فعلا اوفسايد على الفريق اللي عليه الاوفسايد، وبعد كده بيعرض ال 3 دي انيميشن فيديو على الشاشه الكبيره اللي في الملعب بحيث ان الجمهور كله يتفرج على اللقطه اللي اتاخد فيها الاوفسايد فعلا. السيستم ده بيتكون من 3 اجزاء. اول جزء هو الكوره، تاني جزء الكاميرات، تالت جزء الاي اي سيستم او الارتفيشال انتليجنس سيستم. اولا الكوره، باي ذا واي الكوره اسمها الرحله. الكوره دي عاملاها شركه اديداس بالتعاون مع شركه المانيه اسمها كينكسون. الكوره جواها امبيدد سيستم اسمه اي ام يو. اي ام يو اختصار لي انيرشال ميجرنج يونت. الاي ام يو فيها سنسورز بتعمل حاجتين، في سنسورز مسؤوله عن ان هي بتحس ان الكوره اتشاطت، والسنسورز الثانيه بتحس بالبوزيشن بتاع الكوره اتشاطت من انهي مكان في الملعب بالظبط. كل ده بيحصل في حوالي 2 ملي سكند، يعني وقت بسيط جدا. طبعا حوار بقى ان السنسورز دي بتحدد البوزيشن بتاع الكرة ازاي، طبعا ده موضوع طويل شويه بس هو مش صعب. هو فكرته سهله جدا على فكره، قريبه من فكره عمل الجي بي اس، فده ممكن نعمل عليها فيديو تاني ونحاول ان احنا نبسط الفكره بتاعتها يعني. فانتوا لو حابين ان انا اتكلم عن السنسورز ديت ممكن تقولوا لي ونعمل لها فيديو تاني ان شاء الله. تاني حاجه الكاميرات، في 12 كاميرا متوزعين في الاستاد في اماكن مختلفه. ال 12 كاميرا دول بيفولوا ال 22 لعيب في الملعب، يعني تقريبا كده كل كاميرا ماسكه لاعبين مراقباهم بقى طول الماتش في اي مكان في الملعب، يعني مش سايباهم في حالهم. والكاميرا دي بتقدر ان هي تفرق ما بين 29 نقطه في جسم كل لعيب. وعن طريق بقى ثالث جزء اللي هو الاي اي سيستم او الارتفيشال انتليجنس سيستم، بيبدا السيستم دوت يحدد مين اللعيب اللي الكاميرا بتصوره ده وكمان في انهي فريق، في الفريق الابيض او في الفريق الاحمر. كل الليله دي بتحصل في 20 ملي سكند، يعني وقت قليل جدا، يعني تقريبا بتعمل في الثانيه 50 مره. تعال بقى نشوف بقى الاجزاء دي كلها بتشتغل ازاي مع بعض. نفس الفريقين، فريق ابيض وفريق احمر. واحد من الفريق الابيض بيشوط الكوره، اول لما بيلمس الكوره الاي ام يو بيحس ان الكوره اتشاطت، والاي ام يو برضو بيحس او بيحدد البوزيشن بتاع الكوره فين بالظبط في الملعب، في انهي حته في الملعب. بعد كده بيجي بقى دور الكاميرات اللي هي المفروض بتراقب اللعيبه في كل الاماكن اللي في الملعب وبتحدد البوزيشن بتاع كل لعيب فين بالظبط. الاي اي سيستم بيشوف مين اللعيب اللي في نفس البوزيشن بتاع الكوره وقت ما اتشاطت، وبيبدا ان هو يحدد اللعيب دوت مين بالظبط وفي انهي فريق، في الفريق الابيض ولا في الفريق الاحمر. بعد كده السيستم بيعرف ان اللي شاط الكوره دوت واحد من الفريق الابيض. في نفس الثانيه الاي اي سيستم بيروح للكاميرا اللي مراقبه اخر لعيب ابيض في الملعب بتاع الفريق الاحمر، وبيشوف هل اللعيب الابيض دوت اقرب واحد للجون بتاع الفريق الاحمر ولا في لعيب احمر اقرب للجون من الفريق الابيض. لو لقى ان اللعيب الابيض هو اقرب واحد للجون بيبدا السيستم على طول يحسب اوفسايد وبيبعت للفار
الفار روم ان في اوفسايد، وبيبعت له كمان 3 دي انيميشن فيديو عشان يتفرج عليه. بعد كده حكم الفار اللي موجود في الفار روم بيتفرج على ال 3 دي انيميشن فيديو بتاع الاوفسايد، وبيشوف هل الكرة فعلا اوفسايد ولا مش اوفسايد. لو الكرة فعلا اوفسايد بيروح جاي مبلغ الحكم اللي في الملعب ان في كرة اوفسايد، يقوم الحكم اللي في الملعب على طول يروح جاي مصفر وحاسب اوفسايد على الفريق الابيض. وبعد كده بيبدا ان هو يعرض 3 دي انيميشن فيديو على الشاشة عشان الجمهور كلهم يتفرجوا على اللقطة اللي حصل فيها اوفسايد. بس كده هو ده السيستم باختصار. طبعا السيستم دوت وفر وقت كبير جدا، بدل ما كان الحكم اولا طبعا مش بيحدد الاوفسايد بنسبه 100% صح، ثانيا بياخد وقت طويل جدا عبال ما يحدد فعلا ان ده اوفسايد. فالسيستم دوت خلى الرحله دي كلها او الخطوات دي كلها بتاخد 72 ثانيه بس. ده كان تحليلي الشخصي للسيمي اوتوميتد اوفسايد تكنولوجي. يا رب اكون قدرت ان انا ابسط فكره العمل شويه عشان تكون مفهومه. ولو اي حد عنده تحليل للسيستم دوت غير التحليل اللي انا قلته عادي جدا، ممكن يبعت لي او ممكن يقول لي عليه بحيث ان الناس كمان حتى تستفاد. انا مهدي، بعشق حاجه اسمها تبسيط العلوم. بحب ابسط المعلومه لاي حد بحيث ان المعلومه توصل بسهوله جدا لاي شخص غير متخصص. في بلاي ليست عاملها اسمها فكره عمل، بحاول ان انا ابسط اي تكنولوجي جديده او اي فكره كومبلكس لصوره بسيطه جدا بحيث ان اي حد مش متخصص يقدر ان هو يفهمها بسهوله. فاي تكنولوجي جديده ان شاء الله هبدا ان انا اتكلم عنها او ابسطها بصوره سهله جدا. وبرضو اي حد بيسمع مني تفسير مثلا هو عنده تفسير تاني او تحليل تاني منطقي، برضو ممكن هو يبعت لي او انا اخليه هو يقولها بحيث ان احنا كلنا برضو نستفاد ونفيد بعض. فلو انت مش عندي على الشانل ممكن تعملي سبسكرايب بحيث ان انت تشوف اي فيديو جديد انا بنزله، ويا رب كلنا نستفاد، ودي بتبقى حاجة كويسة جدا لينا كلنا يعني. فشكرا والسلام عليكم.